الزمالك والاهلي انديه مفروض انها رياضيه، لكن لو هنيجي نتكلم عن الزملكاوي كاسلوب حياه والاهلاوي كاسلوب حياه، هتلاقي الزمالك يعني صدق، عدل، حق، شفافيه، نزاهه، مثابره، كفاح. بيحاول يكسب بعرق جبينه ويرفض الظلم والاهمال والخطف والنتش والتعريص والتدليس، ويرفضوا على الكل، مش لما يبقى ضده فقط، يرفضوا الحاجات دي ضد كل الناس. يعني ما يحبش يظلم اي حد، وما يحبش يشوف اي حد مظلوم، حتى لو هو هيخسر في الاخر. يعني حتى لو هو اتكلم عن ظلم حد وحاول يديله الحج بتاعه، والحج ده هيأثر على حجه هو، هيقر الحج ويفضل ان هو يخسر، مفيش مشاكل. ده الزملكاوي واسلوب الحياه. الاهلاوي كذب، تدليس، تعريص، نفاق، زيطه، هيافه، نتش، هبد، ظلم، مفيش مشاكل. يظلم اي حد، يظلم حتى اخوه، يظلم اي حد طالما الظلم ده هيصب في مصلحته هو، ما عندوش اي مشكله. عايش على الكذب، على النفاق، على التدليس، على التعريض، عايش اصلا يكسب من الاشياء دي، عايش على الزيطه، على الهيافه. ما يفرقش معاه كلمه العدل ديت، يطالب بيها لما يكون لمصلحته هو فقط. لكن لو العدل ده هيخلي مصلحته هو تقل او تخسر، يقول لك لا، مش عايزها، مش عايز العدل دوت، وعايز كذا وكذا وكذا. يظلم، يكذب، يهبد، ينتش، يسرق، يدلس، يعرص، ينافق، يعمل اي شيء طالما بيصب في مصلحته الخاصة الصغيرة، كمان مش الكبيرة، مش المصلحة العامة اللي هي تبينه كإنسان كده ومحترم. لا لا لا، بيدور على الحاجات المادية اللي تصب في مصلحته ماديا فقط. وحتى لو بالظلم، حتى لو بالسرقة، حتى لو بأي شيء فوق الكرامة، فوق النزاهة، فوق الشفافية، فوق الدين، فوق أي شيء طالما يصب في مصلحته، مش مهم عنده الأشياء التانية دي نهائيا. وده الأهلاوي كأسلوب حياة. ده الفرق بين الزمالك والأهلي في أسلوب الحياة نفسها. تقعد بقى تحكي في الكوره، اصل الزمالك فاشل، اصل الاهلي مش عارف، لا لا لا، دي حاجات بقى ماشيه بقى مع المنظومه، حسب المنظومه اللي في مصر بتصير الكوره ازاي، وشايفه ايه الغوغائيه اللي بتهيص، واللي بتخلي الشعب كله يعني يندمج وينسى بقى المشاكل وهمومه والغلا والذهب والدولار. فطالما الدنيا ماشيه كده، السياسه بقى تخش في الموضوع، فبتستغل النقطه دي قصه تانية مالناش علاقه بيها. لكن انت كشخص، انت بتشجع الزمالك ليه وانت بتشجع الاهلي ليه؟ ما تقوليش بعيد عن الرياضه، بعيد عن المكسب والخساره. لا، انا بشجع الزمالك علشان بشوفه ما بيسرقش حاجه مش بتاعته، بيحاول، بيثابر، بيكافح، بيتظلم، بيطالب بحقوقه. الاهلي بيظلم، بينتش، بيسرق، بيستغل، بيعمل كل الاساليب الشمال عشان ياخد حاجه مش من حقه، وياخدها عيني عينك. اخرهم الدوري بتاع السنه اللي فاتت. كل الناس عارفه القوانين واللوائح، والاهلاويه اول ناس وعارفين ان الدوري ده مش من حقهم. هيقعد بقى يطلع لك 500,000 مبرر عشان بس يبرر ان ده ليه. لكن لو اي نادي تاني عمل كده يقول لك لا، ده غلط، وكان المفروض القوانين ومش القوانين. هو ده الاهلاوي وهو ده الزملكاوي، بعيدا عن قصه مكسب وخساره. بيس.